هتيجي الكليه يقول لك يا دكتور زي ما بيحصل في كليات الطب وباشمهندس، لا مش هيقولوا لي الكلام ده، بس بيبصوا لك بصه احترام. انت في كليه العلماء، انت في كليه العظماء. والله العظيم انا احسن لحظات عمري وانا بحلف بالله، واللي خد معايا مقرر عارفني، انا ببقى اسعد انسان وانا في المحاضره. احلى لحظه في حياتي وانا معاكم في المحاضره، ان انا اشرح وانتم منصتين، نتناقش، نتكلم، احس انك مبسوط بالعلم اللي بقوله لك. دي اسعد لحظه في حياتي. ويمكن ببقى داخل المحاضره مش قادر، بس عندي الاراده والتصميم. ربنا يديك طاقه مش عارف هي جايه منين. الطاقه مجرد انت خدت اراده وعزيمه وقلت له يا رب انا هشتغل عشان ارضيك، شوف الطاقه اللي هتجيلك قد ايه. طب اذا كان هيديك طاقه تشتغل، اذا هيديك وظيفه وهيديك موهبه تشتغل فيها وتعمل صنعه. ما تبصش الا انك دلوقتي تتعلم. مثلا بدرس مقرر متراكبات، والناس خارجين كتير جربوني، ما اعرفش بقى انا بعجبهم ولا لا، المهم جربوني. انا ببذل جهدي في هذا المقرر وبديله حقه، وفي نفس الوقت لو سألتني مليون مرة والله العظيم هبقى سعيد وهجاوبك، ولو جيت لمكتبي هجاوبك، ولو اتصلت بيا بالتليفون هجاوبك، على الواتس هجاوبك. وسائل الاتصال بقت كتيرة جدا مش قليلة، ده انت تقدر تتصل بيا في كل وقت واجاوبك. لا مش ده تعليم، تعليم ده لا، ده اسمه تعليم، دي برشامة. انا مش عايز برشامة، انا عايز علم واسع، علم غزير. خلاص دي نقطة. النقطة الثانية برضه نتكلم فيها ابناء الطلبة الجدد، ما تزهقش، لان انت في الاول بتاخد تشوك. التشوك ديت ممكن تكون اللغة هتاخد فيها صدمة الأول، بس هي مش مشكلة. مع التكرار ومع القراية ومع تستخدم، هتلاقي نفسك بتقرا الساينتفك اكسبريشنز، هتلاقيها جديدة عليك، هتتعلمها. بعد شوية 5-6 شهور هتلاقي نفسك ما انتش عايز تدرس غير بالإنجليزي، واللي سابقينك عارفين الكلام ده ومروا بالتجربة. فدي مش مشكلة، عديها وهتعدي، بس الأول هتبذل فيها مجهود، إنك هتحتاج كل كلمة تقابلك ما انتش عارفها هتكشف عنها، تعرف معناها وتتعلمها، وتتعلم على المصطلحات العلمية. هتلاقي نفسك ان شاء الله كله بالنسبه لك كويس جدا. فدي النقطه ديت ما تخافش منها، وان شاء الله هتعدي. يعني نظام الامتحان دلوقتي بقى مش زي زمان. احنا زمان كان يجيني يقول لي رايت شورت نوتس اون ويكتب لي تايتل، يكتب رايت شورتلي اون ويكتب لي عنوان، اكتب فيه او فيه اكتب 3-4 صفحات. فلازم اكتب لغه انجليزيه سليمه. مش معنى ذلك انا بقول لك اللغه بتاعتك لازم تبقى سليمه، انما الامتحانات دلوقتي بتبقى كلها ام سي كيو، معظمها ام سي كيو، مع بعض الاسئله اللي هي المطوله شويه، اللي بتبقى يا دوب 3-4-5 جمل بتكتبهم. فدي مش مشكله نهائي. المشكله الثانيه ما تسمحش بقى للطلبه اللي هم مش كويسين، اللي يقول لك الكليه ما لهاش مستقبل، والكليه انا هطلع اشتغل ايه. اللي انا هقوله لك، انا انصحك نصيحه واحده بس: اتق الله يجعل لك مخرجا. اشتغل لله، هيعلمك وهيحطك في اماكن كويسه جدا. بص هذه البصه وثق في نفسك لا مش ثق في نفسك، ده لازم تعيشها. انا في كليه الايه؟ العظماء، ولابد ان اكون عظيم، مش عظيم لنفسي تباهي، لا عظيم بعلمي، اعظم بلدي واعظم العالم بفكري وبعلمي. وربنا فتح لكم الطريق، واكيد ربنا دايما ربنا بيأهل كل واحد لما خلق له. فربنا دخلك كليه العلوم، اذا هو هيأهلك، اذا انت مؤهل ان تكون في كليه العلوم. استخدم بقى امكانيات اللي ربنا اداها لك وهتبقى كويس. والهمها فجورها وتقواها، صالحه للفجور والتقوى اختار انت بقى. فانت في كليه العلماء تبقى عالم ولا مش عالم؟ انا عايزك تبقى عالم، وانت حط في نفسك انك تكون عالم وتبقى في مصف العلماء. متعك الله بالصحه والعلم الوفير، وعلمك ما ينفع ونفع بايه؟ بعلمك مجتمعك ووطنك. اسيبكم في رعايه الله، واشوفكم دايما سعداء، فرحانين، مبسوطين. اسعد لحظه في حياتي لما بقابل حد من تلامذتي وقابله بره، يجي يسلم عليا ويقول لي انا بقيت رئيس الحته الفلانيه، او عامل الصنعه الفلانيه، او عامل البيزنس الفلاني. ببقى مبسوط جدا اسعد من ملايين الدنيا كلها. بحس هي ديت الحسنه اللي ربنا هيخليها لي، يعني تعتبر ايه؟ حسنه جاريه، تبقى ميزان حسناتنا. يا رب دايما نشوفكم مبسوطين، يا رب دايما نشوفكم سعداء، يا رب دايما تبقوا متعلمين تنفعوا مصر. بلدنا محتاجانا، وطننا محتاجنا، ومحتاج وانتم المستقبل. ويا رب يبارك في مستقبلنا وشبابنا وشاباتنا. ربنا يفرحكم يا رب. نسيبكم دايما على خير وسعادة. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.